يمكن شي وحدين منكم سمعوا هاد القصة من قبل، ولكن اليوم غنحكيها لكم بطريقة مختلفة ومن زاوية أخرى. غتشوفوا درجة الغدر اللي ممكن يجي من أقرب الناس. القصة ديال اليوم ماشي غير حكاية، هي درس للكبار والصغار. يمكن التفاصيل ديالها ما غيكونوش مناسبين بزاف للصغار، ولكن بالعكس كنظن انهم حتى هما خصهم يسمعوا بها، حيت غتفيدهم بزاف ملي غيكبروا. وبغيت نقول لهم ردوا البال بزاف لريوسكم، حيت اهم سلاح تقدروا تهزوه معكم في هذه الدنيا هو الحذر. ومن بعد الله سبحانه وتعالى، الحذر هو اللي كيحميك من شر الناس ومن الخيانة الثقة ومن أي واحد درتي فيه الخير وقلبوا عليك، حتى من شر أقرب الناس ليك. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. رمضان كريم يدخل عليكم بالصحة والسلامة. سمحوا لي حيت تعطلت عليكم، لكن حيت ان شاء الله تزادت عندي واحد البنوته. كنتمنى ان شاء الله اللي دخل عندي القناه جديد يكتب لي مبارك ومسعود، وهي اللي واخده ليا وقتي كله وما كتخليني الصراحه نقلح لكم يوميا. ما كرهش الاشتراك في القناه وتفعيل خاصيه الجرس باش يبقى يوصلكم اي جديد وشي تعليق زوين بحالكم. ويلا نبداو. القصه ديال اليوم على بنت ظريفه بزاف، عمرها ما اذت شي حد. الذنب الوحيد ديالها ان عندها صاحبه وثقت فيها، ولكن هذه المسكينه تغدرات منها. ما نحرقوش الاحداث ونبداو على بركه الله. القصه وقعت سنه 2012 في مصر، مدينه صغيره سميتها كفر الدوار، تابعه لواحد المحافظه اللي سميتها البحيره. كانت تما واحد البنت عمرها 21 عام سميتها نجلاء نعمه الله بدوي، طالبه جامعيه زوينه في شكلها، ولكن اخلاقها زوينين اكثر. كان عندها قبول ماشي عادي، فين ما مشات كيبغيوها الناس، حيت متواضعه بشوشه وكتحب الخير للناس. نجلاء كانت كتجمع تبرعات من الناس الميسورين وكتوصلهم للفقراء والمحتاجين، ودارت واحد الحساب في الفيسبوك حلته غير على حساب الاعمال الخيريه. في العيد كتمشي عند الجزاره وعند الناس اللي معيدين، كتاخذ من عندهم شي بركه وشويه ديال اللحم وكتعطيها الناس اللي ما قادينش يضحيو. كانت حنينه بزاف في الناس، كتفرح بالناس، كتحزن معاهم، مهم عزيزه عند الناس بزاف. ما كتسنى حتى مقابل من شي واحد، وحتى العيد الميلادات ما كتنساهمش، وحتى الدراري الصغار ولاو حافظين ليها الوقت اللي كدوز منه. هي كيسمعوها جايه كيبقاو كاملين واقفين وكيتسناو فيها، حيت كتعطيهم الحلوى والنفاخات وكتعتني بهم وتضحك معاهم وتلعب معاهم شويه. يمكن دابا شي وحدين منكم غيقولوا لي السيده عندها الفلوس. لا، السيده ما عندهاش الفلوس. ماشي بالشرط على الانسان يكون عنده الفلوس باش يكون كريم. الكرم في القلب وفي الروح. نجلاء كانت بسيطه وكانت من واحد العائله اللي متواضعه وبسيطه، كتخدم وكتقرا في نفس الوقت، كتقرا وكتخدم في اكثر من خدمه باش تصرف على راسها وتعاون الناس، وما كتبغيش تقل على باها حيت السيد كان على قدو. بهذا التواضع ديالها ونيتها الزوينه والله كان كيوقف معاها. كانت كتلقى الخدامي دغيا دغيا. صحيح الثمن ما كانش هو هذا، ولكن بالنسبه ليها هي كان كافيها وزياده، ومع ذلك كانت كتخرج منه حتى الصدقه. لكن السؤال هنا، واش كانت محبوبه من كاع الناس؟ غنقول لكم لا، حيت اي واحد ناجح في حياته خاص يكونوا عنده شي اعداء. نجلاء كانت عندها صاحبتها وحده مقربه ليها بزاف ديما معاها وسميتها نورهان. الصداقه ديالهم تقريبا دامت 5 سنين، ولكن الغريب في الامر ان اغلب الناس اللي كانوا كيعرفوا نجلاء ما كانوش مرتاحين بزاف لنورهان. سبحان الله، كانت فيها شي حاجه ما كتريحش، وبعض المرات احساسك كيخليك ما ترتاحش ليها من اول نظره، وبعض المرات احساسك ما كيكونش كيخيب وما يخليكش ترتاح ليها من اول نظره. العائله ديال نجلاء، صحابها وحتى صحاب الجامعه كاملين ما كانوش كيتقبلوها، غير نجلاء الله يهديها هي اللي كانت كتقول لهم راه الناس ما فاهمينهاش وغالطين فيها، عطيوها غير فرصه. نقول لكم كيفاش بدات الصداقه ديالهم، غير في الفيسبوك هو اللي جمعهم. نورهان كانت كتشوف نجلاء كدير الخير بزاف وكتجمع التبرعات وبغات تقرب منها، وبالصدفه طلعوا العائلات ديالهم كيعرفوا بعضياتهم، ولات الصداقه ديالهم قويه بزاف. ولكن في الحقيقه نورهان كانت باغا غير تكون قريبه من بنت مشهوره ومحبوبه عند الناس باش تاخذ حتى هي منها الانظار وتسد النقص اللي فيها. ومع الوقت بدل ما تتعلم منها الخير والتواضع، ولات كتقارن راسها بها بزاف وكتحس بالنقص اكثر واكثر. ومن هنا بدات الغيره، ومن الغيره كيتولد الحقد. 5 سنين ديال الصحبه وهي كتبين ليها انها صديقه وفيه، كتخرج معها، كتضحك معها وكتعرف اسرارها كاملين، وحتى صحابها كتعرفهم عليها نجلاء. ولكن في قلبها كان واحد الكره كبير لنجلاء. نجلاء كانت كتامن بواحد الجمله ديما كتقولها، انما الاعمال بالنيات.
وكانت نيتها صافيه، حتى كانت كتعطي نورهان حوايجها والاكسسوارات ديالها، كديها لاي بلاصه، يعني ما كتحسبش معاها، وكتدخلها لدارهم. واخا العائله ديال نجلاء ما كانوش كيحملوها وما مرتاحينش ليها. ايام دازت، واحد النهار نجلاء كانت غاديه عند نورهان وهي فرحانه بزاف، كانت طايره بالفرحه حيت لقات واحد الخدمه زوينه بالنسبه ليها، استقبال المرضى في عياده ديال واحد الطبيب ديال العيون في واحد من اشهر المجمعات الطبيه. الخدمه زوينه، المكان راقي والصالير مزيان، وزيد عليها الطبيب كان كريم معها، كيخلصها الصالير ديالها بوحدها، ومن بعد كيزيدها واحد التدويره على عدد المرضى اللي كتجيب ليه. بما ان المجمع غالي وما كيمشيو ليه غير الناس الميسورين، التدويره اللي كانت كيعطيها الطبيب كانت كتشري بها حويجات وكتهلا في راسها باش تكون تاهي على قد هذيك البلاصه. والحمد لله تحسنات الوضعيه الماديه ديالها. نجلاء حيت كانت كتعتبر نورهان اقرب وحده ليها، كانت كتعاود ليها كلشي، جمعات، شنو شرات، الذهب، خاتم، المهم السيده ما كتخبي عليها والو. حتى الجمعيات اللي كانت كتشارك فيهم وكتجمع منهم الفلوس، رغم انها كانت كتصدق بزاف منهم، كانت قادره تجمع وتحس الوضع ديالها وديال عائلتها. ولكن هي كتقول بالنسبه لها الصدقه كتخلي قلبها مرتاح وكتبغي تعاون الناس. هذاك الشيء علاش ربي كان كيبارك ليها على حساب نيتها الزوينه. ولكن هذا الشيء كامل زاد نار الغيره في قلب نورهان، ما عندها لا خدمه لا هدف، غير كتقارن راسها بنجلاء وكتحقد نهار مورا نهار. ومع ذلك بقات كتمثل عليها الحب والصداقه مده 5 سنين كامله، وكتشاركها افراحها واحزانها، وحتى واحد ما عارف شنو مخبيه في قلبها غير الله. نورهان وافقات، ومن الداخل كانت فرحانه بزاف حيت غادا تاخذ لها اول حاجه بلاصتها وشهرين ديال الصالير والتدويره. السيده عجبها الحال وفعلا بدات كتخدم. ومنين دخلت لذاك المجمع وتعرفات على الجو والفخم والنظافه والراحه، وحتى الطبيب كان باقي السيد صغير وزوين، جاتها الغيره اكثر. وزيد عليها منين عرفت بان كاينه حتى التدويره اللي غادي تبدل حياتها الماديه مده شهرين، ولات عايشه مرتاحه. ولكن المشكل ان هاد البلاصه ماشي ديالها، باقي غير شويه وترجع نجلاء. هنا بدات نورهان تفكر بطريقه ماشي زوينه، قالت علاش نعطيها ترجع عاوتاني لبلاصتها، انا احسن منها وكنستاهل. حسات بان الخدمه ولات حقها، وان خاص نجلاء تختفي من هذا الطريق كامله وما ترجعش لبلاصتها. سالت شهرين، ومنين رجعت نجلاء للخدمه كانت نورهان باين عليها ما مرتاحاش، وحتى نجلاء لاحظات وسولاتها، غير قالت ليها انا عيانه شويه، ولكن في الليل ما قدرتش تنعس. بقات كتفكر وكتزيد تحقد على نجلاء، حتى قررت اتصلت بولد خالها اللي هو محمد، عنده 19 عام. منين جا بدات كتبكي عليه وكتمثل عليه، وقالت ليه ان نجلاء ظلماتها وخربات ليها علاقتها بخطيبها، وقالت عليه كلام خايب. محمد تعصب وصدقها حيت ما كانش عارف ان هذا الشيء كامل كذوب. وهنا اتفقوا ينتقموا من نجلاء. دخلوا حتى واحد الولد في المخطط ديالهم اللي سميتو احمد، عنده 17 عام، شيفور غادي يعاونهم مقابل 500 جنيه. الخطه كانت ينعسوا نجلاء ويمشيو يسرقوا المجر اللي فيه الفلوس ديال العياده اللي خدام فيها نجلاء، ومن بعد الطبيب يتهمها بالشفره ويجري عليها. هذه هي الخطه اللي كانوا راسمين بثلاثه. واختاروا نهار 13 غشت 2021 حيت الطبيب كان في كونجي والعياده محلوله غير على قبل الرونديفوات. في ذاك النهار دخلت نورهان عند نجلاء وجابت معها واحد العصير وكاوكاو بحال الا جايه غير تزورها. نجلاء فرحات بزاف حيت كانت الصراحه بوحدها وجاها الملال، حتى ان نورهان بدات كتشكر اللبس ديالها وكتقول لها جيتي زوينه، شعرك جا زوين. المهم بدات كتمثل عليها، ولكن في الحقيقه كانت كتفقس من الداخل. جلسوا كيضحكوا وكيتعاودوا. نورهان كل مره كتقول لها شربي العصير حيت حطات فيه واحد الدواء ديال النعاس، ولكن نجلاء ما بغاتش، بحال الا علمها الله. من بعد دخلوا جوج دراري داروا ريوسهم باغيين ياخذوا موعد عند الطبيب، وهما في الحقيقه محمد واحمد، حيت نورهان رسلت لهم غير ميساج فيه العياده خاويه. ولكن منين ما شرباتش نجلاء العصير تبدلات الخطه كامله، وكان خاصهم يتصرفوا بالزربه. ومن هنا غادي تبدا الكارثه. نورهان هزت تليفونها ودارت راسها بحال الا قاريه شي خبر خايب. فجاه ناضت من بلاصتها وشدات نجلاء وقالت لها تعالي معايا، قريت شي حاجه خايبه مهمه بغيت نعاودها لك وما نقدرش نقولها قدام الناس. نجلاء صراحه تقلقات وقالت لها شنو واقعيك لاباس قولي لي. نورهان قالت لها مصيبه غير تبعيني ونقول لك، وما نقدرش نقول لك قدام الناس. اجي ندخلوا البيرو ديال الطبيب ونقول لك كل شيء. نجلاء ترددت في الاول
حيت البوست ديالها هو الاستقبال، ما خصهاش تخويه، وتما فين كاين المجر ديال الفلوس. ولكن نورهان ضغطات عليها حتى وافقات. ملي سدوا الباب أحمد ومحمد مشاو مباشرة للصندوق ديال الفلوس. نورهان بدات كدوي على المشاكل تافهة مع خطيبها، كلام عادي ما كانش محتاج هاد السرية كاملة. نجلاء استغربات وقالت ليها نكملوا من بعد، خاصني نرجع لبلاصتي. منين حلات الباب وخرجت لقات أحمد ومحمد حدا الفلوس. صدموا حيت ما كانوش متوقعين تخرج بهاد الزربة. دابا تبدلات عاوتاني الخطة كاملة. في البلاصة هجموا عليها قبل ما تغوت، سدوا ليها فمها وهي كتقاوم فيهم، كانوا قوى منها. كانت غير كتقول نورهان عافاك عاونيني، ولكن نورهان كانت خايفة تفضح. وفي ثانية وحدة قررت قرار خطير، غوتات بالجهد وقالت ليهم قتلوها. نجلاء تصدمات ملي فهمات بأن نورهان معاهم. قالت لها نجلاء انتي معاهم؟ حرام عليك. هاد الكلام زاد عصب نورهان. محمد طيح نجلاء في الأرض وخنقها بزاف لدرجة أن السيدة في البلاصة توفات. ومنين طاحت في الأرض نورهان حست براسها باقا ما برداتش منها، بدات كتضربها بواحد الموس حتى تأكدت أنها ماتت 100%. ومن بعد سرقوا الفلوس والذهب اللي كانت لابساه نجلاء، وحتى التليفون ديالها، وحتى واحد الهدية كانت في الصاك ديالها. هرسوا الكاميرات وهربوا. صحابها اللي خدامين معاها حسوا بالغياب ديالها، ومنين دخلوا لقاوها طايحة وكلها مضروبة. داوها للسبيطار. الأطباء أكدوا أن الوفاة كانت في البلاصة. البوليس بداو التحقيق، لقاو لا ذهب لا تليفون، وحتى الصندوق ديال الفلوس ديال العيادة كان خاوي. في الطب الشرعي تأكد باللي سبب الوفاة هو الخنق، رغم أنهم هرسوا الكاميرات ديال العيادة. لحسن الحظ الكاميرات اللي في الشارع وراتهم الحقيقة. نورهان خرجت هي الأولى، ومن بعدها جوج ديال الدراري تبعوها. ومنين سولوا الناس عرفوا بأنها كانت صاحبة نجلاء. المصيبة الكبيرة أن نورهان في ذاك الوقت كانت حاطة التعزية في الفيسبوك وكتواسي عائلة نجلاء، ولكن البوليس وصلوا ليها في ذاك النهار نيت ساعتين تقريبا جابوها. ومنين داروا معها التحقيق بدات كتبكي وهي تعترف لهم بكل شيء، وجرات معها محمد وأحمد. القضية ولات رأي عام في مصر، وحتى المحكمة سرعات الإجراءات وحكموا عليهم دغيا. الحكم كان على نورهان بالإعدام هي ومحمد، وأحمد حيت كان قاصر صيفطوه الإصلاحية. الجنازة ديال نجلاء كانت كبيرة بزاف والناس كاملين بكاو عليها وحضروا الجنازة ديالها. ماشي أي كلمة نسمعوها خصنا نصدقوها. كما دار محمد تيق نورهان وما مشاش يتأكد ودار جريمة كبيرة بلا ما يفكر. التهور كيضيع الحياة ديالنا. ورسالة ديالي أنا طيبة زوينة، ولكن خاصها تكون بحذر. ماشي أي واحد يضحك لينا نصدقوه، وماشي كل واحد كيستاهل الثقة ديالنا. ردوا بالكم لريوسكم وثقوا في إحساسكم واسمعوا ديما لعقلكم. الله يرحم نجلاء ويجعل مثواها الجنة ويجنبنا شر الغدر والخيانة. احنا وياكم. هنا كتسالي قضيتنا. تهلاو لي في ريوسكم. بسلام عليكم.